يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة القادمة في بطولة الدوري العام المصري، وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلي بهدف دون مقابل. وسيلتقي الزمالك مع نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. وارتفع رصيد نادي الزمالك إلى 17 نقطة في المركز الثاني بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز ال17 برصيد 3 نقاط. ويستعيد نادي الزمالك خدمات عبدالله جمعة في المباراة القادمة بعد غيابه عن مباراة البنك الأهلي الماضية بسبب إصابته بنزلة برد، وذلك بعد مشاركته في جميع فقرات المران الجماعي للفريق. كما خاض مصطفى شلبي فقرة تأهيلية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.